بيكم معانا. النهاردة بنغوص في لغز كلنا بنقابله. ليه شخص معين ممكن يبان مميز قوي ومن أول لحظة، وأحيانا بسبب حاجة صغيرة جدا؟ المصدر اللي معانا بيحلل الشعور ده، بيستخدم أدب وعلم نفس وفلسفة كمان. فمهمتنا يعني نفهم إيه سر الجاذبية دي اللي هي أعمق من مجرد شكل حلو. إزاي تفاصيلة بسيطة تخلق الإحساس الكبير ده بالقيمة دي؟ طيب يلا بينا نفكك الموضوع ده. الانطباع الأول ده سريع مش كده؟ يعني بيقولوا ثواني 30 ثانية بالكتير ويتكون. بس احنا هنا مش بنتكلم بس عن الجاذبية يعني الشكل وكده، لأ، في كاريزما أعمق، إحساس بالتفرد. إيه اللي بيحصل بالظبط في اللحظات الأولى دي؟ شوف، اللي بيحصل ده يعني أشبه بتفاعل سريع جدا. أكيد في جزء بيولوجي انجذاب طبيعي، بس المثير للاهتمام بقى إن عقلنا ما بيستكفيش بكده. لا، بنبدأ فورا ندور على معنى، على قيمة للشعور ده. البحث ده عن ليه هو ده اللي ممكن يعمل الارتباك الخفيف اللي بنحسه، أو حتى ضربات القلب السريعة دي. يعني ده صراع كده بين رد الفعل الأول الغريزي وبين رغبتنا نفهم بعمق أكبر. وده ياخدنا للنقطة اللي فعلا لافتة في المصدر. ازاي تفصيلة واحدة بس، يعني ممكن تكون نبرة صوت أو حركة إيد عابرة، طريقة وقفة معينة، ازاي الحاجة دي فجأة بتشيل كل المعنى ده؟ ازاي يعني بتتضخم كده وتبقى هي المفتاح؟ هنا بقى ممكن نستعين بمفهوم بسيط من علم العلامات، السيمياء يعني. فكر في التفاصيل دي، النظرة، الصوت الهادي، الإشارة العفوية، كأنها علامة أو دال زي ما بيقولوا. العلامة دي مش بتفضل مجرد ملاحظة سطحية، لا، دي بتتحول في دماغنا، بتبقى رمز المعنى أعمق لقيمة مجردة اللي هي المدلول. تقصد زي الرموز العادية؟ يعني النظرة الواثقة دي مش بس نظرة عين، ممكن تبقى بالنسبة لنا رمز للحرية أو إن الشخص ده حقيقي أصيل؟ بالظبط، تماما. أو مثلا نبرة صوت هادية ممكن ترمز لعمق التفكير، لهدوء داخلي. أو حركة الإيد العفوية دي ترمز للثقة بالنفس، للتلقائية. فالتفاصيل الصغيرة دي بتفتح لنا شباك نشوف منه قيمة أكبر بنحسها في الشخص ده. ولو بصينا للصورة الأكبر بقى، ده بيلمس رغبة إنسانية أساسية جوانا. الفلاسفة زي أفلاطون اتكلموا عنها وسموها ثايموس. ببساطة هي حاجتنا العميقة إننا نحس بالتقدير، إن قيمتنا وتفردنا معترف بيهم. فلما بنلمح التفرد ده في شخص تاني، كأن الشخص ده بيجسد القيمة اللي احنا نفسنا بنسعى ليها أو بنقدرها. الحرية، الأصالة، العمق. في الإحساس ده في حد ذاته بيدينا شعور غير مباشر بالاعتراف، بالرضا. الله، ده كلام مثير جدا. معنى كده إن تقديرنا لتفرد شخص تاني ده مش بس بيكون عن الشخص ده بيكون عننا إحنا كمان؟ إلى حد كبير أيوة. قدرتنا أصلا إننا نشوف ونقدر التفرد ده في الآخرين، دي في حد ذاتها بتعتبر تأكيد لقيمنا إحنا، لمبادئنا إحنا. كأننا بنقول لنفسنا أنا بعرف أميز الجودة والأصالة. ده بيخلينا نتجاوز فكرة المقارنات السلبية اللي ساعات بتقلل من إحساسنا بقيمتنا. فعلشان كده أيوة، لما بنكتشف تفرد حد تاني، ده بيساعدنا نبني صورة إيجابية عن نفسنا. يبقى الموضوع فعلا أعمق بكتير من مجرد انطباع سطحي وعابر. أكيد. خلاصة الفكرة إن الانطباع القوي ده بالتفرد مش مجرد جاذبية وبس، لا، ده إدراك لقيمة إنسانية جوهرية، زي ما قلنا، حرية، أصالة، عمق، بتتجلى قدامنا من خلال تفصيلة صغيرة. والإدراك ده بيلمس وتر التيموس اللي جوانا، الحاجة دي للاعتراف المتبادل بالقيمة. فالتفصيلة هي الشرارة، لكن الدافع الأساسي هو الحاجة الإنسانية العميقة دي. طيب جميل جدا. وعشان نختم خلينا نسيب سؤال كده للتفكير. لو كان إدراكنا لتفرد الآخرين بيعكس وبيغذي شعورنا بقيمتنا إحنا، يا ترى العجز أحيانا عن رؤية التفرد ده في اللي حوالينا، أو الميل إننا نشوف الكل شبه بعض، ده ممكن يكشف إيه عن حالتنا الداخلية إحنا وعن تقديرنا للقيمة الإنسانية بشكل عام؟ سؤال ممكن نسيبه مفتوح للتأمل.